السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم الزيت بالتفصيل في المنام لابن سيرين. رؤية زيت الزيتون في المنام بيدل على العلم والبركة والوفرة في الخيرات. من رأى أنه يشرب زيت الزيتون في الحلم فإنه يمرض مرض شديد، أما أكله مع الطعام أفضل من شربه. رؤية الطبخ بزيت الزيتون في المنام بيدل على كسب الرزق والخيرات، أما إذا رأيت أنك تعصر الزيتون في الحلم فإنك بتسعى بتعب وشقاء لكسب المال. أما شراء زيت الزيتون في المنام بيدل على الدخول بأعمال فيها منافع في الدين والدنيا. من رأى أنه يبيع زيت الزيتون في الحلم فإنه ينشغل بأمور دنياه عن دينه. طيب، من رأى أنه يسرق زيت الزيتون في الحلم فإنه يسلب الأموال ويكسب بطرق مشبوهة. إعطاء زيت الزيتون في المنام بيدل على العمل الصالح. زيت جوز الهند في المنام بيرمز إلى الرزق المبارك. زيت السمسم في الحلم بيدل على الإخلاص في العمل. أما زيت القرنفل في المنام بيدل على الذكر الحسن. أما الحلم بزيت الذرة في المنام بيدل على تسهيل الأمور العسيرة. رؤية زيت اللوز الحلو في المنام بيدل على الشفاء بإذن الله. أما زيت اللوز المر في الحلم بيدل على الاستمرار بالعلاج لمن كان مريضا، وإن لم يكن مريض فإنه غير مرغوب عند الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. شرب الزيت في المنام بيدل على السحر والمرض. من رأى أنه يشرب الزيت الحار في الحلم بيدل على الوقوع في هم شديد. ورؤية شرب الزيت الحلو في المنام بيدل على نيل العافية من مرض. أما إذا رأيت أنك تتناول الزيت المر في الحلم بيدل على النقص في عمر الرائي. أما إذا رأيت أنك تشرب الزيت والماء في المنام فبيدل على التعرض للخداع والاحتيال. رؤية تناول أنواع متعددة من الزيوت في الحلم بتدل على تعقيد الأمور وكثرة المشاكل. تناول الزيت والليمون بيدل على الوقوع في ملامة وتأنيب. أما شرب الزيت بالسكر في المنام بيدل على ظهور بعض العوائق أمام الرائي. من رأى طفل يشرب الزيت في الحلم فبيدل على الهم والغم الذي يأتي من الآخرين. أما رؤية عجوز يشرب الزيت في المنام بيدل على الخوف واليأس. رؤية زجاجة الزيت في المنام تدل على المرأة المتزينة الجميلة. زجاجة الزيت الممتلئة في الحلم بتدل على طول العمر وسلامة الصحة. من رأى زجاجة الزيت فارغة في المنام فبتدل على المرأة قليلة الحيلة. رؤية انسكاب الزيت من الزجاجة في الأرض بتدل على تقسيم إرث أو مال. أما كسر زجاجة الزيت في المنام بتدل على المشاكل والخلافات. مرة أنه يرمي زجاجة الزيت في الحلم بيدل على قطع الأرحام بين الأقارب. مرة أنه يشتري زجاجة زيت في المنام بيدل على الزواج من امرأة صالحة. رؤية بيع زجاجة الزيت في الحلم تدل على تزويج الابنة أو الابن، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية شراء الزيت في المنام يدل على دخول الرائي بعمل فيه منافع في الدنيا واستفادة في الآخرة. من رأى أنه يشتري زجاجة زيت في الحلم يدل على الرزق المحمود أو المحدود المبارك. أما إذا رأيت أنك تشتري كمية كبيرة من الزيت في المنام بيدل على الخصب والوفير. أما حلم شراء الزيت المغشوش بيدل على التعرض للاحتيال. بيع الزيت في المنام دليل على ضياع عمر الرائي وماله. أما إذا رأى أنه يتاجر بالزيت ويبيعه في الحلم بيدل على انشغاله بأمور الدنيا. أما رؤية الزيات في المنام بتدل على العلم والهداية. أما من رأى أنه يعمل زيات في الحلم فإنه يتقرب من الملوك وأصحاب الشأن والرأي. أما إعطاء وأخذ الزيت في المنام بيدل على تقديم مساعدة مالية. من رأى أنه يعطي الزيت لشخص يعرفه في الحلم فإنه بيدل على نصحه وإرشاده. رؤية إعطاء الزيت لشخص تحبه في المنام بيدل على الوقوف بجانبه في المصاعب. بتشير رؤية إعطاء الزيت لشخص قريب في الحلم إلى التماسك مع الأقارب. إعطاء الميت الزيت في المنام دليل على القيام بإخراج الصدقات. من رأى الميت يطلب الزيت منه في الحلم بيدل على حاجته للدعاء والاستغفار. حلم أخذ الزيت من الميت بيدل على طول العمر. من رأى أنه يأخذ الزيت من أبيه في المنام بيدل على التوفيق في أمور الحياة. رؤية أخذ الزيت من الأم في الحلم بيدل على نيل الرضا. الطبخ بالزيت في المنام بيدل على كسب الرزق الحلال المبارك.
من رأى أنه يطبخ طعامه بزيت الزيتون في الحلم بيدل على كسب العلم والمعرفة. أما حلم طبخ الطعام بزيت الذرة بيدل على زوال المشاكل والمتاعب أمام مساعي الرائي. ورؤية طبخ الطعام بزيت الصويا في الحلم بيدل على التغيير في العيش. أما إذا رأيت أنك تقلي البطاطا بالزيت في الحلم فهذا بيدل على الكسب بعد طول انتظار. رؤية قلي الدجاج بالزيت في المنام بيدل على الصبر لنيل الرزق والمال. الطبخ بزيت الزيتون في المنام بيدل على المنافع والخيرات. وبتشير إلى طبخ الخضار بزيت الزيتون في الحلم على الحصول على المراد بسهولة ويسر. أما رؤية احتراق الزيت في المنام دليل على المصائب والنوائب والفتن. من رأى أن الشخص محروق بالزيت في الحلم بيدل على الأخبار السيئة. رؤية احتراق شخص تعرفه بالزيت في المنام بيدل على مروره بضيق وتعب. واحتراق شخص غريب في الحلم بيدل على المرور بحزن. بتشير رؤية احتراق شخص تحبه بالزيت في المنام لمروره بظروف صعبة. رؤية دهن الجسم بالزيت في المنام بتدل على الشفاء والتعافي من الأمراض. من رأى أنه يدلك جسمه بزيت الزيتون في الحلم بيدل على زوال الهم والمتاعب. رؤية دهن الجسم بزيت الجوز الهند في المنام بيدل على الهداية والصلاح. أما رؤية دهن الجسم بزيت اللوز الحلو في الحلم بتدل على الخير والمنفعة. رؤية دهن البطن بالزيت في المنام بيدل على أكل المال الحلال. من رأى أنه يدهن ظهره بالزيت في الحلم بيدل على القوة والحصانة. رؤية تدليك القدمين بالزيت في الحلم بتدل على السعي بالخير والصلاح. من رأى أنه يدهن يده بالزيت في المنام بيدل على وفرة الخيرات وكثرة المكاسب. حلم دهن الشعر بالزيت بيدل على الزيادة في الربح والمال. رؤية دهن الوجه بالزيت في المنام بتدل على الرفعة بين الناس. ودهن الفرج في المنام بيدل على الذرية الصالحة. ده كان تفسيرنا النهاردة. أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.